بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، نتمنى الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير، وان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير نتوما والحباب تاعكم والعائله تاعكم. وصفه جديده، فيديو جديد. وصفه تاع اليوم معروف محبوب عند كل الجزائريين اللي هو الكروكي تاعنا اللي نديروه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم والاقتراح تاع اليوم، ونفكركم فيه اللي تعرفوا واللي مازال ما تعرفوش. نقولوا بسم الله. هي عندنا كيلة تاع بيض اللي هي هنا انا كيلت بنفس الكاس، كاس تاع بيض جاوني 3 حبات بيض ناقص 7 نفس الكيلة حكمتها وكيلت بها السكر اللي هو كاس ناقص 7 تاع السكر، رشه تاع ملح، ونخلطوا كامل هاد المكونات مع بعض. ماشي شرط الباتور الكتريك، دائما نقول لكم نديروا بالباتور الفوي اللي عندنا هذاك ولا بالفرشيطه. بكري كانوا نخبطوا فقط بالفرشيطه، الان عندنا شويه تاويل، عندنا الباتور نستعملوه لما لا. نخبط هذاك البيض والسكر حتى نحس باللي خلاص داب لي السكر. ثم نضيف هنايا ضيفي المنكه اللي تحبيه. هنا كان عندي انايا هذا المنكه لافاني، انت اللي عندك بشور القارص خير، او السكر فاني ولا اي منكه حبيتي ديريه. هنايا راني نضيف في الكاس ناقص 7 تاع الزيت. انا درت 2 مغارف زبده ثم كملت بالزيت، وانت ديري كيما تحبي، ديريه بالزبده او بالزيت او ديري كيما درت انايا. الان الزيت هذاك نديروه غير بشويه كش راني ندير في المايونيز، غير بشويه هكذاك، وندير يعني نفرغ بشويه ونكمل نخبط حتى باش ندخلو مليح هكذاك، غير بالعقل حتى يتجانس لي مليح ويدخل لي مليح مع المكونات الاولين اللي درناهم هكذاك، غير بالعقل. قلنا كاس ناقص 7، يعني نكيلو كامل مع كيف وانتي كيلي بالعبار على حسب شحال حبيتي ديري، بزاف ولا شويه. ثم نروح نجيب الفارينه نتاعي ونقول لكم شحال دات لي الفارينه. هذا الكاس الاول، ونغربلوها طبعا الفارينه. هذا الكاس الاول تاع الفارينه غربلناه. هي ديري الفارينه حتى تولي لك عجينه، ماشي ما تيبسيهاش، ماشي يابسه بزاف. هذا الكاس الثاني تاع الفارينه، وتضيفي الان دوك نعطيك بالعبار سوا الكاس الثاني. والان نحكم الكاس الثالث، وهذا الكاس الثالث تاع الفارينه نواصل نغربلو. دائما نغربلو الفارينه، ندخلوا لها الهواء، ثم نخلط بسباتول ولا بيدك باش نشوف شحال اذا كفاتني الفارينه ولا لا ما كفاتنيش. غير بالعقل هكذاك ندخل هذيك الفارينه ونشوف. ما لازمش البنات نيبسوا باش يجينا الكروكي مليح، ما لازمش نيبسوا العجينه تاعنا وما نعجنوهاش. هكا غير بسباتول ندخلوا هذيك الفارينه، ثم باش يجينا بكري حنا الكروكي هذاك يجينا شويه يابس. الان نحبوه شويه طري، نضيفوا له زوج مغارف حتى ل3 مغارف تاع مايزينا هكذاك. ونكمل نشوف ونجيب لا ليفور كاين اللي يديروا 2 تاع لا ليفور يعني 20 غرام. انا لا نحب ندير 1.5 يعني 15 غرام تاع لا ليفور، وانت كيفاه تحبي الكروكي تاعك. هكذا قلت ندير 1.5 تاع لا ليفور يعني 15 غرام، ونكمل ندخل هذيك الفارينه. ثم نجيب هذوك الاضافات اللي قلت لكم انا زدت في الكروكي تاعي، اللي هو شويه الزبيب هذا شمختو في شويه مزهر، شويه شوكولا حبيبات، ولا عندك مكسرات ديري ايضا فيه مكسرات. ثم نلويه هكذاك، هاوليك شحال جاني حربوش، نديرو على حربوش نقسمو على 2 هاوليك، ونحلو في السنيوان تاعي. هاوليك نحلو في السنيوان تاعي كيما راكم تشوفوا، نسقمو مليح. ثم ندهنو بصفار او حبه بيض كومبليت، ضفت لها شويه كاكاو باش تعطينا اللون شباب، يعطينا اللون الاحمر هذاك الشباب.
ها هو. وندخلو هنايا ديري واش تحبي. عندك شويه، انا كان عندي شويه لوزيفيلي، درت لوزيفيلي. عندك كاوكاو، ما عندكش ما ديريش. ولا شيكولا، هذيك شيكولا تاع الشيكولا فيرميسال، دخلته للفرن حتى احمر. وهاوليك خرجته خليته ابان برد. لازم تقسموه وهو مازال سخون. هاوليك شوفوا كيف خرج من الداخل. الان لا حبيتي ديري كيما كنا نديرو بكري، يعني نزيدو نعاودو ندخلوه الفرن ونحمروا هذوك الجوانب من ومن لي دو كوتي، هذوك نزيدو نحمروهم باش يجينا كروكي. يعني بكري كنا نحبوه يجي كروكي ديجا منه اسمه كروكي. هاوليك نقسم امامكم. ولا ما حبيتيش ديري كيما انا، ما عاودتش خليته، درتو هكذاك فقط. ها هو جا شباب، شوفوا المنظر تاعو. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوه. شوفوا كيفاه تقصوه كيكون هكذاك مازالو شويه سخون دافي يعني. ها هو ما يتكسر، ما يصرالو حتى حاجه. قلت والتزيين اختياري، انا كان عندي فقط لوزيفيلي، درت من الفوق لوزيفيلي. ما تحبيش ديري ما ديريش، خليه هكذاك. وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الاقتراح تاع اليوم. ان شاء الله تجربوه القهوه تاع وليداتكم ويدوه كالو مجالي مالا. الان اللي وصلت حتى لهنا نقولها ما تنسايش ديري جيم، ما تنسايش ديري اشتراك. لا عجبتك الوصفه. وصلنا لنهايه الفيديو. نبقى لي غير نقول لكم في امان الله. سلام، تهلاو في رواحتكم. سلام.